حرفيًا يا جماعة الجو ده مش عايز غير شوية قرص تملالك كده ريحة البيت خير وبركة. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. ده هنا معايا أول حاجة 3 كيلو من الدقيق. بدأت كده أنخل الدقيق بتاعي كويس جدا علشان أخرج منه أي هوا. بعد ما نخلت الدقيق هننزل بقى كده بالمواد الجافة. كيلو الدقيق بياخد معلقتين كبار من السكر، يعني أنا حطيت 6 معالق كبار من السكر، ولو عايزين تزودوا مفيش أي مشكلة. حطيت كمان رشة من الملح وكيسين من الخميرة الفورية، وكمان شوية كده من الشمر واليانسون اللي هيخللنا بقى كده ريحة القرص بتاعتنا في حتة تانية خالص. لو انت حابة تزودي سمسم حطي. هنقلب بقى كده كل المواد الجافة دي مع بعض كويس جدا جدا. يلا بينا بقى كده نشوف المواد الدهنية بتاعتنا. أنا النهاردة استخدمت سمنة، بس السمنة اللي أنا استخدمتها سمنة بلدي. التلاتة كيلو دقيق أخدوا معايا كوبايتين من السمنة، عليهم كوباية من الزيت. ممكن تستخدمي أي نوع سمنة تاني انت عاوزاه، لكن السمنة البلدي بتفرق جدا في ريحة القرص الفلاحي الطرية. هنقلب بقى كده المواد الدهنية مع المواد الجافة كويس جدا، وبعد كده مديتها تقلبتين 3 كده بالمعلقة. هبدأ بقى كده أسيب المعلقة واستخدم ايديا. يلا بينا بقى كده نركن المعلقة بتاعتنا ونبدأ بقى كده نبس القرص بتاعتنا. والمرحلة دي بقى كده أهم مرحلة النهاردة في طريقة القرص. لازم كده انتوا عارفين الفكرة بتاعت الكحك، هياها نفس فكرة الكحك. هنبس الدقيق بتاعنا كويس جدا لحد كده ما نلاقي الدقيق بتاعنا عامل كده زي الرملة المبلولة. بنبدأ كده نفرك الدقيق كويس مع المواد الدهنية، ونحس كده انه اتشرب كل المواد الدهنية اللي انا حطيتها. هننزل كمان كده عليهم بكوبايتين من الزبادي. النهاردة انا عجنت القرص بمية يا جماعة، ما حطيتش اي حليب، فانا حبيت كده احط عليهم كوبايتين من الزبادي، ولو عايزة تزودي كوباية كمان مفيش اي مشكلة. قلبت بقى كده الزبادي لحد كده ما لقيت الزبادي اختفى تماما. هبدأ بقى كده انزل بالمية بالتدريج. طيب ناس دلوقتي هتقولي انت حطيتي قد ايه مية على ال3 كيلو؟ انا يا جماعة مش بحب اقول المعيار بتاع المية، لاني ممكن اقول لك كوبايتين والدقيق بتاعك يحتاج 3 كوبايات. فطبعا المية بتكون على حسب نوع الدقيق اللي احنا بنشتريه. زي ما انتوا شايفين كده انا بنزل بالمية بتاعتي بالتدريج، وابدأ اعجن لحد كده ما يتكون معايا عجينة والدقيق يختفي تماما. يمكن انا في المرحلة دي انا ما قطعتش التصوير علشان تشوفوا بعينيكم. انا ببدأ كده الم مرة يمين ومرة شمال واعجن كويس جدا، وانزل بالمية بتاعتي. كل ما الاقي دقيق المية انزلوا بيها كده بالتدريج لحد كده ما تلاقوا العجينة بدأت كده تسيب ايديكم، والبولة كمان اللي انتوا بتعملوا فيها بدأت كده تبقى نظيفة معاكم. ادي كده زي ما انتوا شايفين انا بعجن اهو، خلاص اتكونت معايا عجينة وايديا كده بدأت تنضف. وزي ما انتوا شايفين البولة كمان نضفت معايا كويس جدا جدا. عايزة نقولك العجينة ما شاء الله اللهم بارك طرية جدا جدا، وواضح كده ان العجينة ناجحة. هبدأ بقى كده اسيب العجينة بتاعتي لحد كده ما ترتاح، وهغطيها. انا مش هسيبها تخمر، انا هشتغل فيها على طول. هسيب العجينة بتاعتي كده تريح شوية، وجبت بقى كده العجوة حطيت عليها معلقة من السمنة البلدي وشوية من القرفة، وهبدأ بقى كده أعمل كور وأبططها زي القرصة بالظبط، علشان يعني ما خدش وقت أثناء التشكيل بتاع العجينة. باخد كده العجوة، بعمل كده كورة وببططها بإيديا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يلا بينا بقى كده نجيب العجينة بتاعتنا. ارتاحت، مش عايزة نقولك بعد ما سبتها حوالي يعني 10 دقايق على ما كورت العجوة، عايزة نقولك العجينة معايا ما شاء الله اللهم بارك طالعة في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كده انا هكور معاكم كام واحدة وهقولك انا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده باخد كورة. طبعا انت بتعملي الحجم اللي انت عايزاه، عايزاها كبيرة، عايزاها وسط، عايزاها صغيرة. لكن انا بحب كده ايه القرص اللي هي عاملة زي البكاكين دي تكون كبيرة شوية. زي ما انتم شايفين كده بحط العجوة. انا يعني مسهلة على نفسي عملية التشكيل. بحط كده العجوة في النص واقفل عليها وبرصها في الصاج. طبعا انا مش بدهن الصاجان اي مواد دهنية، العجينة شاربة المواد الدهنية بتاعتها معايا وزي
الفل. بس كده هتبدأوا تكوروا، يعني تاخدوا كده يعني بعينيكوا كده، يعني تحاولوا تخلوا المقاس اللي انتوا هتعملوه يكون كله حجم واحد. ببدأ كده أجيب الكورة وافردها واحط فيها العجوة، طبعا الحشو طبعا اللي انت عايزاه. انا عملت نص الكمية بتاعة العجين عجوة، والنص التاني انا حشيته جبنة، علشان في عندي جزء بيحب العجوة وجزء بيحب الجبنة كده مع كوباية الشاي او الشاي بلبن. دي كده انا كورت الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين، وبعينيكم كده لو تلاحظوا ان انا بحاول كده اخلي الكمية بتاعت الكور او الشكل بتاع الكور يكون كله حجم واحد. خلاص كده كورت الكمية كلها ومليت الصاج بتاعي. هبدأ كده يعني أبطط القرص بتاعتي. أول واحدة أنا ابتديت بيها هي أول واحدة، هبدأ كده أبططها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني هي سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة. وعايزة نقولك يعني ال3 كيلو رموا معايا كمية ما شاء الله اللهم بارك. أنا هقولك كمان في آخر الفيديو انتي هتعملي ازاي التخزين بتاع القرص. هبدأ كده بططت كده الكمية بتاعة الصاج الأولاني، وطبعا علشان ما ناخدش وقت كده مع بعض أنا يعني خلصت الكمية كلها أو نص الكمية بتاعة العجوة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. غطيتها بقى وزي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك كده خمرت معايا. يعني أول مرة أنا سبتها ريحت 10 دقايق، وبعد كده بقى ما شكلتها وبططتها سبتها زي ما خمرت كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، مرتفعة معايا وزي الفل. انا بقى كده الباقي من العجين انا عملت نص العجين عجوة، وده كده النص التاني اللي انا شكلته اللي هو عجينة الجبنة. علشان برضو اسهل على نفسي كده عملية التشكيل، كورت الكمية كلها وبدأت كده اجيب الجبنة اللي انا استخدمتها جبنة براميلي، ما يكونش يا جماعة فيها مية كتير. زي ما حضراتكم شايفين كده انا مكورة الكمية كلها اللي هي نص العجينة، علشان برضو اسهل على نفسي عملية التشكيل. يا دوب كده باخد الكورة وببدأ كده افردها وانزل كده على القرصاية كده من النص. بدل العجوة بحط جبنة، ممكن تحطي جبنة قديمة، يعني اي حشو ممكن تستخدميه. دخلتها بقى كده الفرن على فرن يكون مسبق التسخين. اهم حاجة يا جماعة يكون الفرن سخن كويس علشان القرص ما تنشفش مننا. دخلت بقى كده القرص بتاعتي على درجة حرارة 200 رف اوسط. اول كده ما اخدت معايا لون من تحت شغلت عليها الشواية من فوق وطلعت معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا الجزء او نص العجين اللي كان بالعجوة انا كده شقاه بالسكينة علشان ما تلخبطش ما بين العجوة وما بين اللي انا عملت فيها الجبنة. طلعت معايا يا جماعة مش عايزة نقول لكم الريحة بتاعتها في منتهى الجمال. الشمر واليانسون ريحته حرفيا قلب الدنيا. طبعا علشان انا عاملة كمية كبيرة فانا بدأت كده اجيب اكياس تلاجة واشيلها في الفريزر واطلع منها كده على قد الاستخدام. ده كده بالنسبة للتخزين بتاع القرص. ده كده بقى اللي انا طلعتها دي دلوقتي اللي في الصينية البيضة دي اللي انا عملتها بحشو الجبنة. عايزة نقولك القلب بتاعها مفرغ وفي منتهى الجمال. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الطريقة بتاعتي وتكتبولي كمان في الكومنتات. يلا لايك واشتراك ودعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.